السلام عليكم متابعيني وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة مطبخ أم رقية، ورجعت لكم بفيديو جديد. وقبل لا نبدي بالفيديو نصلي على محمد وآل محمد. طبختي اليوم هي مرقة السمك. قبل لا أبدي ما سلمت عليكم أقول شلونكم شخباركم، إن شاء الله تكونوا بخير. ونبدي بمكونات السمك. سمك سمتي اختاريت، ويا ثرمة راس بصل وعصير طماطة ومعجون. والبهارات اللي خليتها هنا الكركم والملح، خليت ملح وكركم لأن ما رشيت السمك ملح. وراح أقلي السمك قبل لا أقليه أمسحه بهاي البهارات حتى يصير طعمه طيب وهمينه ما يلزق بالطاوة ويصير بيه ملح لأن أنا ما خليت له ملح. هسه من بعد ما راح أمسحه بهاي البهارات راح أخلي زيت على النار وأخليه يحمى الزيت كل زين حتى أقلي بيه السمك. هسه اختبرت الزيت شفته حار، راح أخلي قطع السمك على مود تتقلى. طبعا أقليه 100% مو على النص حتى يصير الطعم طيب وما بيه زفرة. حبيت أشوفكم طريقتي بطبخ مرق السمك. طبعا الطرق هي مختلفة بس أنا هاي طريقتي، أحب هاي الطريقة. منو مثلي يطبخ مرقة السمك بهاي الطريقة يكتب لي بالتعليقات. هسه استوت أول وجبة راح أطلعها وأخلي القطعة الأخيرة هم تتقلى. أرحب بالمتابعين الجدد، هذا الأسبوع هم دخلولي متابعين جدد، أرحب بيهم وأقولهم أهلا وسهلا بيكم. هسه من بعد ما كملت قلي السمك هسه راح أسوي المرق. أخذت الزيت اللي قليت بيه السمك وخليته بالجدر، وهسه راح أخلي البصل، طبعا هاي بصلاية مثرومة ثرم ناعم، وهسه راح أحمسها حمس زين ويا الزيت. لحد ما يصير هيجي لونه أشقر يلا أخلي المعجون، معجون الطماطة أخلي فد خاشوقة ونص من معجون الطماطة، وهم أحمسه حمس زين. يلا أخلي عصير الطماطة، وهاي ضفت لها نومية بصرة، طبعا لازم نومية البصرة وشوية فلفل أسود وشوية كاري، بس هاي الإضافة خليتها. وهاي عصير الطماطة، وهم راح أحمسه حمس كل الزين لأن مرق السمك لازم ينحمس المعجون والطماطة حمس زين. وبهذا الشكل صارت الحمس. هسه راح أضيف الماي وشوية ملح وأخليه يفور. يلا أخلي السمك اللي قليته. طبعا هي هاي مرق السمك سهلة كل سهلة وما تاخذ وقت. هسه راح أخليها بس تفور. هاي فارت بدت تفور عندي. راح أضيف السمك وعلى كيف حتى لا يتقطع عندي السمك، حتى تبقى وحدة بوحدتها. هسه راح هم من أخليه على النار شوية أول فورة وأنص عليه لأن خليت قليل من الماي ما خليته هواي، على مود يستوي براحته وتسبك المرقة براحتها، ما أخلي النار عليه عالية. وهاي ضفت لها إضافة اختيارية وحدة من الفلفل الحار، هم تضيف لها طعم طيب. وهسه جيت المرقة لقيتها مستوية وهذا شكلها اللي يشهي، والثخن مالتها هذا هو عجبني. هسه راح أطفيها وأصبها بصحن التقديم.
وهسه هنا أنا صبيتها بصحن التقديم وضفت لها شوية من الكرفس المثروم على الوجه للتزيين. وهسه كملت مرقتنا مالت السمك وطلعت بهذا الشكل الطيب. طبعا الطعم ما احكي لكم عنه كلش حلو. اتمنى عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والتعليق. اذا اول مرة تزورون قناتي اتمنى تشتركون بيها. واهلا وسهلا بكم وسهمكم الف عافية ومع الف سلامة.